نيجي لأسئلة الدرس. بيقول لي أكمل العبارات التالية بما يناسبها من كلمات. إحدى المناطق التي يزيد بها نسبة السكان في الوطن العربي. إيه هي المناطق اللي بيزيد فيها السكان؟ أقول له وادي النيل، أو وادي نهر دجلة والفرات، أو السهول الساحلية زي سهول البحر المتوسط، تمام، أو المرتفعات زي مرتفعات لبنان واليمن. ده كله إيه؟ مناطق بيزيد فيها عدد السكان. طيب، ترتفع نسبة الذكور بالوطن العربي في دول الخليج العربي عشان الهجرة الوافدة. الناس اللي بتروح هناك كتير بيشتغلوا، الشباب بيزودوا نسبة الذكور هناك. يقل متوسط العمر بالوطن العربي في دولة، بيقل متوسط العمر في دولة ايه؟ الصومال. معظم سكان الوطن العربي من فئة الشباب وصغار السن. الشباب وصغار السن. تتسبب الزيادة السكانية في مشكلات زي ايه وايه؟ البطالة والأمية. البطالة ناس مش لاقية، ناس شباب مش لاقية تشتغل، والأمية اللي هي ناس كتير مش عارفة تقرأ وتكتب، ما بتتعلمش. طيب، اكتب كلمة صواب وكلمة خطأ. يتركز السكان بدولة لبنان على المرتفعات، صح. يرتفع عدد السكان في الوطن العربي بالسهول الساحلية للبحر المتوسط، صح. تعتبر الصومال من الدول التي ترتفع بها نسبة التعليم، طبعا خطأ. يمثل انخفاض الوفيات أحد أسباب الزيادة السكانية بالوطن العربي، صح. بما تفسر ليه؟ ليه ارتفاع معدل النمو في الوطن العربي؟ أقول له بسبب ارتفاع معدل المواليد، وانخفاض معدل الوفيات، والهجرة الوافدة. طيب، ارتفاع نسبة الذكور في منطقة الخليج العربي. أقول له بسبب العمالة الوافدة من الخارج. قلة متوسط العمر في الصومال. ليه؟ بسبب ضعف الرعاية الصحية. بعد كده، ما النتائج المترتبة على الهجرة الوافدة إلى الدول في الوطن العربي؟ عملت إيه الهجرة الوافدة؟ إيه اللي حصل؟ أقول له زيادة عدد الذكور خاصة في منطقة الخليج العربي. طيب، إيه اللي حصل بعد توافر مياه نهري دجلة والفرات بالعراق؟ أقول له زيادة عدد السكان. زيادة عدد السكان. ما المقصود بمعدل المواليد؟ يعني ايه معدل المواليد؟ اقول له نسبة المواليد الى اجمالي عدد السكان في فترة معينة. بعد كده بيقول لي يشير رقم واحد. ادي رقم واحد اهو. الصومال دولة عربية تنخفض بها نسبة التعليم وهي الصومال. يشير رقم اتنين. فين اتنين؟ اهي مصر. الى دولة عربية ترتفع بها نسبة التعليم هي مصر. رقم ثلاثة، دولة عربية يرتفع بها عدد الوفيات. ثلاثة اهي، السودان. صواب أم خطأ؟ يشير رقم أربعة لدولة عربية جاذبة للهجرة الوافدة. أربعة دي المملكة العربية السعودية، صح. وبيقول لي صح. صواب أم خطأ؟ يشير أربعة لدولة عربية جاذبة للهجرة الوافدة، صح، اللي هي السعودية. يشير رقم خمسة. فين خمسة؟ اهي، الى دولة يتركز سكانها في سهول نهري نقط ونقط. دي ايه؟ العراق. ادي نهر دجلة والفرات، نهري دجلة والفرات. يشير رقم ستة لمنطقة يزدحم بها السكان. رقم ستة اهي، السهول الساحلية او ساحل البحر المتوسط. ساحل البحر المتوسط. بعد كده كلمة صواب ام خطأ. يعيش أكثر من نصف سكان الوطن العربي في دول الجناح الآسيوي. احنا قلنا في الأفريقي أكتر من الآسيوي، تمام؟ يبقى الكلام ده خطأ. ترتفع نسبة الإناث في الوطن العربي عن نسبة الذكور. غلط، العكس صحيح. الذكور هي اللي أعلى من الإناث. تعد سهول نهر النيل إحدى مناطق التركز السكاني اللي بيتركز فيها السكان. طبعا صح، أي نهر بيتركز فيه السكان. ساهم ارتفاع نسبة فئة الشباب في الوطن العربي
في توفير قوة عمل كبيرة، صح. أدى ضعف الخدمات الصحية في عدد من الدول العربية لانخفاض متوسط عمر الفرد، صح. تعد الإمارات من الدول العربية التي ينخفض بها معدل الأمية، طبعا صح. تتجه الهجرة الوافدة للبحث عن عمل بشكل كبير نحو دول المغرب العربي، لا، دول الخليج العربي. دول المغرب العربي اللي هي الجزائر وتونس والمغرب، تمام، دي بيتقال عليها دول المغرب العربي. اما دول الخليج اللي هي السعودية والامارات وقطر والكويت والبحرين، دول ايه؟ دول الخليج. طيب، تتصف مرتفعات دولتي اليمن ولبنان باعتدال المناخ، صح. يرتبط نقص الغذاء في الوطن العربي بزيادة الاستهلاك، طبعا صح. اي حاجة فيها زيادة استهلاك بتنقص. اي حاجة فيها زيادة استهلاك لازم تنقص. يبقى بيرتبط نقص الغذاء بزيادة الاستهلاك، طبعا. عاش البدو الرحل في المناطق الصحراوية لانتشار حرفة الزراعة. هو في الصحراء في زراعة؟ لا طبعا، حرفة الرعي. حرفة الرعي. تسببت الحروب في الوطن العربي إلى قلة الأمن الغذائي والمائي، صح. بعد كده اختر الإجابة الصحيحة من بين القوسين. بيقول لي إحدى خصائص التركيب العمري لسكان الوطن العربي ارتفاع نسبة الأمية، ولا كثرة الشباب، ولا كثرة الإناث، ولا تساوي الفئات العمرية؟ لا طبعا كثرة الشباب. الوطن العربي في نسبة الشباب أكتر. رقم 2 بيقول لي ترتبط البطالة بقلة توافر. البطالة يعني مفيش شغل، يبقى قلة توافر ايه؟ فرص العمل. احد اسباب النمو السكاني السريع في الوطن العربي ارتفاع البطالة، ولا زيادة الوفيات، ولا ثبات المواليد، ولا التقدم الصحي؟ احد اسباب النمو السكاني احنا قلنا ايه هم؟ ارتفاع معدل المواليد، قلة عدد الوفيات، تمام، فاكرين الحتة دي، وبعد كده الهجرة الوافدة. يبقى التقدم الصحي بيخلي الوفيات تقل، صح كده؟ يبقى هو ده احد اسباب النمو السكاني. يتركز السكان في مرتفعات لبنان بسبب اعتدال المناخ. أي مما يلي إحدى خصائص التركيب النوعي للسكان. التركيب النوعي يعني ذكر أو أنثى، ذكر أو أنثى. طيب، تساوي الذكور والإناث، إحنا قلنا الاتنين متساويين؟ لا طبعا. ارتفاع الذكور في الخليج، ارتفاع الذكور في الخليج. ليه؟ بسبب الهجرة، بسبب فرص العمل هناك، فالشباب بيروحوا هناك يشتغلوا، فبيزودوا نسبة الذكور هناك. يوضح الهرم السكاني للوطن العربي توزيع السكان وفقا لإيه؟ المواليد والوفيات، ولا التعليم والبطالة، ولا الوافدين والمهاجرين، ولا العمر والنوع؟ العمر والنوع. العمر يعني صغار السن ولا شباب ولا كبار السن، والنوع اللي هو ذكر أو أنثى. ده الهرم السكاني، ده الهرم السكاني. أي مما يلي يعد من خصائص توزيع سكان الوطن العربي. قلة سكان وادي النيل. هو وادي النيل السكان فيه قليلة؟ لا طبعا. زيادة سكان الصحاري. هو الصحاري السكان زيادة فيه ولا قليلين؟ لا طبعا قليلين. ازدحام السهول الفيضية. هي ازدحام السهول الفيضية. أي سهول، أي أراضي السهول الفيضية يعني أراضي حوالين الأنهار، دي بيبقى السكان فيها كتير جدا، فازدحام السهول الفيضية. بعد كده بما تفسر لماذا زيادة سكان الوطن العربي في العقود الأخيرة بشكل سريع؟ أقول له بسبب ارتفاع معدل المواليد، وانخفاض معدل الوفيات، والهجرة الوافدة. ادي الثلاثة اللي بيخلوا فيه زيادة في السكان.
انخفاض معدل الوفيات في العديد من الدول العربية. ليه معدل الوفيات قل؟ اقول له بسبب تقدم الخدمات والرعاية الصحية. ليه تعد السهول الفيضية في وطننا العربي من مناطق تركز السكان؟ ليه الأراضي اللي حوالين الأنهار اللي هي السهول الفيضية فيها ناس كتير؟ بسبب التربة الخصبة وتوافر المياه العذبة. 4. تركز السكان في بعض المناطق الساحلية في وطننا العربي، أقول بسبب المناخ المعتدل ووفرة مياه الأمطار. بما تفسر قلة السكان في المناطق الصحراوية والجبلية في وطننا العربي. ليه؟ أقول له بسبب ندرة المياه والظروف المناخية وقلة الموارد والخدمات. ارتفاع نسبة الذكور في دول الخليج العربي بسبب العمالة الوافدة من الخارج. بسبب العمالة الوافدة من الخارج. زيادة نسبة البطالة. البطالة يعني مفيش شغل. زيادة نسبة البطالة في بعض دول الوطن العربي. أقول له زيادة عدد الشباب وقلة فرص العمل. الشباب بيزيد بس مفيش شغل. ما النتائج المترتبة على ايه اللي حصل بعد سرعة نمو سكان الوطن العربي؟ لما نمو السكان او السكان زادوا في الوطن العربي، ايه اللي حصل؟ نقص الغذاء، زيادة الضغط على الموارد والخدمات. تمام؟ نقص الغذاء وزيادة الضغط على الموارد والخدمات. ارتفاع جودة الخدمات الصحية. ايه اللي حصل بعد ان في ارتفاع جودة الخدمات الصحية في بعض الدول العربية؟ لما بقى في مستشفيات كويسة وبقى في رعاية صحية كويسة وفي أدوية موجودة، ايه اللي حصل؟ اقول له انخفاض الوفيات وارتفاع متوسط العمر. طيب ايه اللي حصل بعد التخطيط الجيد بالنسبة لزيادة السكان في الوطن العربي؟ لما بخطط تخطيط جيد وعشان اعرف اظبط السكان عندي، ايه اللي هيحصل؟ اقول له يساعد على مواجهة الزيادة السكانية. يبقى انا بواجه الزيادة السكانية بالتخطيط الجيد. طيب توافر فرص العمل بدول الخليج العربي، ايه اللي حصل؟ اقول له ارتفاع نسبة الذكور عن الاناث في الوطن العربي او في دول الخليج العربي. تمام؟ طيب ما النتائج المترتبة على ارتفاع نسبة فئة الشباب بالوطن العربي؟ لما بقى في عندي شباب كتير، ايه اللي حصل؟ توفر قوة عمل كبيرة يمكن ان تساهم في التنمية. يبقى بالتوفير قوة عمل كبيرة يمكن ان تساهم في التنمية. طب ايه اللي حصل بعد الحروب والصراعات بالقرن الماضي، 100 سنة اللي فاتوا في بعض الدول العربية؟ اقول له عدم قدرة الدول العربية على تحقيق امنها الغذائي والمائي. عدم قدرة الدول العربية على تحقيق امنها الغذائي والمائي. طب ما النتائج المترتبة ايه اللي حصل من ضعف الرعاية الصحية في دولة الصومال؟ مفيش مستشفيات، مفيش علاج، مفيش اي حاجة. ايه اللي حصل؟ زيادة عدد الوفيات وقلة متوسط العمر. تمام؟ دلل، اثبت، هالدليل على ان يختلف توزيع السكان في الوطن العربي من مكان لاخر. طبعا في مناطق مزدحمة ومناطق مش مزدحمة. اقول له يوجد مناطق مزدحمة بالسكان زي وادي النيل بمصر، ومناطق شبه خالية من السكان زي الصحراء الكبرى. طيب هالدليل على ان يتركز السكان بالوطن العربي في بعض مناطق المرتفعات. اقول له زي دولتي لبنان واليمن يتركز السكان فوق المرتفعات. طيب هالدليل على ان تختلف نسب التعليم بين الدول العربية؟ طبعا. اقول له ترتفع نسبة التعليم في مصر والاردن والامارات وتنخفض في الصومال. طيب هالدليل على زيادة سكان الوطن العربي تؤدي إلى مشكلات اقتصادية واجتماعية؟ طبعا زيادة السكان بتؤدي إلى مشكلات اقتصادية واجتماعية. أقول له تؤدي إلى نقص الغذاء والضغط على الخدمات التعليمية والصحية وارتفاع معدل البطالة والأمية.
ادي مشكلات اقتصادية اللي هي نقص الغذاء والضغط على الخدمات التعليمية والصحية، ومشكلات اجتماعية زي مشكلة البطالة والأمية. تمام؟ طيب، يقول لي ما العلاقة بين التعدين وسكان الوطن العربي؟ التعدين اللي هو استخراج المعادن ومصادر الطاقة من باطن الأرض، أطلع البترول والغاز الطبيعي والمعادن من الأرض. إيه العلاقة بقى بينها وبين السكان الوطن العربي؟ بقول له يتركز السكان في بعض مناطق التعدين لتوافر فرص العمل. يبقى مناطق التعدين ده فيها فرص عمل، عايزين ناس تشتغل عشان يطلعوا البترول والغاز الطبيعي وكده. فايه، في ناس بتروح تعيش هناك في المناطق دي، فبترتفع نسبة السكان. طيب، ايه العلاقة بين الهجرة الوافدة الى دول الخليج العربي والتركيب النوعي للسكان بها؟ الهجرة الوافدة الى دول الخليج العربي، الناس اللي رايحة تشتغل في دول الخليج العربي، والتركيب النوعي اللي هو ذكور او اناث، ذكور او اناث. طيب، ايه العلاقة بقى بين الناس اللي رايحة تشتغل في دول الخليج العربي والتركيب النوعي الذكور والاناث؟ اقول له ادت الهجرة الوافدة الى ارتفاع نسبة الذكور في دول الخليج العربي. تمام؟ ارتفاع نسبة الذكور، ناس كتير، الشباب اللي هم الذكور بيروحوا يشتغلوا في دول الخليج العربي اكتر من الاناث طبعا. فالرجالة بتروح كتير تشتغل هناك، فبتلاقي نسبة الذكور عليت في دول الخليج. طب ايه العلاقة بين الرعاية الصحية ومتوسط العمر للمواطن العربي؟ اقول له تقدم الرعاية الصحية ادى الى ارتفاع متوسط العمر في بعض الدول العربية. لما بقى في رعاية صحية، مستشفيات وعلاج وكده، ادى الى ارتفاع متوسط العمر. الناس ما بقتش تموت كتير، يحصل وفيات كتير، بقى في ارتفاع متوسط العمر. طيب، ما العلاقة بين الحروب بالمنطقة العربية في القرن الماضي؟ القرن الماضي يعني 100 سنة اللي فاتت، والأمن المائي ده. أقول له أدت الحروب إلى عدم قدرة الدول العربية من تحقيق أمنها المائي. يبقى أدت الحروب إلى عدم قدرة الدول العربية من تحقيق أمنها المائي. بكده نكون خلصنا الدرس الأول في الوحدة الأولى. تمنياتي بالتوفيق والنجاح، مستر أحمد الباشا.